الغلطه الثانيه نتاع لامين بي، الناس الكل ما تتفكرش اليوم محمد الخامس شنو هو بالنسبه للمغرب. محمد الخامس هو الملك الذي وقف امام المقيم العام الفرنساوي جنرال غيوم وقال لا. جاه الجنرال غيوم قالوا باش نحي الحركه الوطنيه وباش نشد حزب الاستقلال نثبته وانت تجي معايا. قال له لا، انا مع الحركه الوطنيه، انا زعيم حزب الاستقلال. وقبل النفي في مدغشقر 14,000 كيلومتر على المغرب، هو ومولاي الحسن والعايشه والعائله الملكيه الكل مشاو وسموه في بقعته ماريونات دميه اللي تنحى بعد وجاي يبوس في يد محمد الخامس وقت اللي اختارت فرنسا باش تعطي الاستقلال للمغرب. هذه الظروف التاريخيه. المبين بي وقت اللي جاه جون دوت كلوك وقال له راني باش نهز الحكومه نتاعك، حكومه محمد شنيق باش نبعثها لقبلي سجناء وباش نحط سلاح دين البكوش اللي باش يخدم تحت اوامري، ما قالوش لا. واضح. هذيك الغلطه اللي قعدت في قلوب التوانسه، تو ماتوا الناس نتاع الجيل هذاك اكثريتهم، لكن قعدت الغلطات اما هذه. ايام التوانسه اليوم باش يعرفوا التاريخ، يمكن قلت انا يمكن حاجات ما يعرفهمش اليوم، خاصه الجينيراسيون لي جون نتاع اليوم. نبدا معك انت شكيب كرونيك.